الشناوي فيه لغز كبير يا جماعه بين انه يقعد في النادي الاهلي او جاي له عرض في الدوري السعودي او الدوري الاماراتي. الشناوي من يوم ماتش مباراه القمه تمام وهو مهزوز في كام كوره كده طلع فيهم غلط. قالت لك الشناوي مش مركز، الشناوي ده عايز يروح يأمن مستقبله زي رامي ربيعه وزي اكرم توفيق وغيره. بص يا سيدي، الاهلي وشبيبه القبائل والكوره اللي جت في جون تمام حلو قوي زي الفل، لما الكوره جت في جون لو شفت اللقطه بينه وبين ياسر ابراهيم، لا في لغز كبير، في لغز كبير يا شناوي، ركز يا شناوي، مش انت اللي تجيب جون في نفسك. وطبعا يا جماعه كوره سذجه قوي، اي حارس لسه بادئ ما يدخلش فيه حاجه زي دي. الشناوي تفكيره انا جاي لعرض كبير اكمل في النادي الاهلي، ولا انا لسه لي سنتين ثلاثه في الكوره بالكتير قوي اروح اامن مستقبلي. فالكلام ده كله هازز الشناوي. ومش الشناوي اللي يطلع بشد خفيف، لا الشناوي لعب اكتر من كده وما خسرش فريقه تبديل. احب اقول لتريزيجيه إيه، انت لعيب كبير وامكانياتك كبيره، بس لما بتلعب السهل، لما بتداري نفسك وتلعب على قد امكانياتك، يعني ما انت راجل مش مهاري مثلا ما تروحش عايز ترقص، انت راجل ما انت شويت قوي كل كره عايز تشوطها. انت في 3 كور في ال 18 يا تريزيجيه قلشتهم، كان لو انت مركز وسايبها كده تيجي بظروفها اجيب جون ما اجيبش كنت جبت 3 4 اجوان النهارده. اي نعم انت جبت جونين بس كنت جبت 3 و4.